نقدر نقول إن الزبدة الفلاحي صحية وأفضل من السمن البلدي، ولكن لا يمكن الاستغناء عن السمنة، وفي كل الأحوال لا يجب الإفراط في استهلاك سواء السمنة البلدي أو الزبدة الفلاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر طوبة يعني موسم تخزين الزبدة. نبدأ بقى في الشهر ده نجيب كميات كبيرة من الزبدة عشان تقضينا السنة كلها. فهل يا ترى من الأفضل إن نخزن الزبدة زبدة زي ما هي، ولا نسيحها ونحولها لسمنة ونخزنها كسمنة بلدي؟ تعالوا في الفيديو ده نعرف كل التفاصيل، وأعرفكم كمان الفرق بين الزبدة البلدي والسمنة وأيهما أفضل. بس قبل ما أبدأ الفيديو عايزة لايكات كتيرة كده منكم، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وما تنسوش كمان إن صندوق الوصف أسفل الفيديو فيه فيديوهات كتيرة عن الزبدة البلدي وزبدة المزارع والبديل الصحي للسمنة ومواضيع كتيرة مهمة ومفيدة جدا إن شاء الله تعجبكم. شوفوها بعد ما تخلصوا الفيديو ده إن شاء الله. لما بنسخن الزبدة على النار وبنسيحها بنتخلص من كل السوائل الموجودة فيها. تبدأ عند الزبدة تتحول من زبدة إلى سمنة. الزبدة بتحتوي على 80% دهون، والباقي 20% دي عبارة عن مية وحاجة اسمها جوامد حليب أو مواد غير دهنية زي الكازين واللاكتوز والأملاح المعدنية، في حين إن السمنة 98% من محتواها عبارة عن دهون. وجود نسبة عالية من المية في الزبدة بيجعلها عرضة أكتر للفساد والنمو البكتيري، وبالتالي لو عندك كميات كبيرة من الزبدة لازم تحتفظي بيها في الفريزر، ما ينفعش في التلاجة ولا بره التلاجة. أما السمنة فنسبة المية فيها تكاد تكون معدومة، وكمان أثناء التسييح بيتم إضافة كمية من الملح اللي تعتبر مادة حافظة، وبالتالي نقدر إحنا نخزن السمنة الفلاحي لفترات طويلة سواء بره التلاجة أو جوه التلاجة. نقطة التدخين أو احتراق الزبدة قليلة جدا، وبتعتبر الزبدة من أدنى المواد الدهنية في نقاط الاحتراق، بمعنى إن الزبدة ما ينفعش مثلا استخدمها في التحمير العميق أو التسخين عند درجات الحرارة العالية. الزبدة بتتحرق عند درجة 150 درجة تقريبا. لو عايزة أعلي نقطة الاحتراق بتاعة الزبدة ممكن بضيف لها شوية زيت نباتي على الزبدة عشان ما تتحرقش معايا بسرعة. أما السمنة فدرجة الاحتراق بتاعته أعلى من الزبدة. الزبدة بتضيف طعم غني ورائع جدا للأكل، بس في بعض الوصفات يفضل فيها استخدام السمنة، وده لأن نسبة المية الموجودة في الزبدة ممكن تغير في مقادير الوصفة. الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز، الزبدة الطبيعية تعتبر بديل غير مناسب ليهم لأنها بتحتوي على الكازين واللاكتوز، في حين إن السمنة تعتبر الأفضل لأنها خالية من اللاكتوز أو لاكتوز فري. نقطة مهمة جدا في الفرق بين الزبدة والسمنة وهي محتوى الكوليسترول. معلقة واحدة من الزبدة الغير مملحة بتحتوي على 31 مللي جرام من الكوليسترول. لما بنيجي نسخن الزبدة دي عشان نحولها لسمنة، الكوليسترول ده هيتأكسد ويتكون لي حاجة اسمها الكوليسترول المؤكسد. الكوليسترول المؤكسد ده خطر جدا على صحة القلب والأوعية الدموية. أما الناس بقى اللي بتهتم بالسعرات الحرارية وعايزة تعرف هي بتاكل إيه، فمعلقة كبيرة من الزبدة بتحتوي تقريبا على 100 سعر حراري، في حين إن معلقة كبيرة من السمنة بتحتوي على 120 إلى 112 سعر حراري. نقدر نقول إن الزبدة الفلاحي صحية وأفضل من السمن البلدي، ولكن لا يمكن الاستغناء عن السمنة، وفي كل الأحوال لا يجب الإفراط في استهلاك سواء السمنة البلدي أو الزبدة الفلاحي. ودلوقتي تعالوا أقول لكم على أهم خطوات تسييح الزبدة عشان تطلع بالجمال ده وبالقوام ده. مرملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، لون وترميرة وريحة وطعم وكل حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة. تعالوا اقول لكم كل الخطوات بالتفصيل، يلا بينا. علشان نحصل على افضل طعم وريحة وقوام وترميرة للسمن البلدي فالمفترض طبعا ان احنا نستخدم زبدة بلدي، لكن لو مش متوفر زبدة بلدي واستخدمنا زبدة مزارع مفيش مشكلة. اول حاجة خالص قبل ما نسيح الزبدة سواء كانت بلدي او مزارع، وبالذات مزارع الخطوة دي ضرورية ومهمة فيها جدا، ان احنا بنمسك الزبدة بتاعتنا وبنتك عليها اول كده نطلع اي سوائل موجوده فيها، لان زبده المزارع بيكون فيها كميه شرش كتير او خض او سوائل كتيره، وبالتالي المفروض ان انا بتخلص منها. بمسك قطعه قطعه بصبحها على شكل صابع كده، طبعا انا عاملاها قبل كده ومطلعه الخض او السوائل اللي كانت فيها قبل كده، فدلوقتي هي ما فيهاش وكمان هي مجمده فمش هينزل منها حاجه. المهم ان الخطوه دي مهمه جدا وخصوصا في زبده المزارع، ان انا بعملها كويس قوي، بعصرها كويس قوي من اي سوائل موجوده فيها، وبقى عندي طبق او كوبايه بجمع فيها السوائل اللي اتخلصت منها دي، لان انا مش هرميها ولا حاجه. السوائل دي احنا نستفيد منها، ده الشرش بتاع اللبن وده مفيد جدا. وشوفوا الفيديو اللي فات بتاع زبده المزارع كلمتكم فيه عن بعض فوائد الشرش ده، وكمان في فيديو الزبادي اليوناني كلمتكم برضو عن بعض فوائد الشرش. ارجعوا للفيديوهات دي بعد ما تشوفوا الفيديو ان شاء الله وهتعرفوا ايه فوائد الشرش. يبقى اول حاجه خالص ان احنا بنعصر او بنضغط كويس قوي على الزبده عشان نتخلص من السوائل الموجوده فيها، والسوائل دي مش هنرميها ومش هنتخلص منها. بعد كده بناخد الزبده بتاعتنا بنحطها في حله على النار،
اهم حاجه ان النار بتاعتنا بتكون نار هاديه، ما تكونش نار عاليه فالزبده تتحرق مننا بسرعه، وما تكونش استوت مننا كويس وتاخد طعم مر لما بتتحرق. دلوقتي هنسيبها لحد ما تستوي براحتها على نار هاديه خالص. وهي على النار بنضيف لها الملح بتاعها نص معلقه صغيره لكل كيلو. مهم جدا ان احنا ندوق الزبده قبل ما نضيف الملح. في زبده بتكون مملحه وزبده غير مملحه. لو الزبده بتاعتك اصلا مالحه وطعمها مالح، خلي بالك وانت بتضيف الملح ممكن اصلا ما تضيفلهاش. لو هي معلهاش ملح خالص بتحط لها نص معلقه صغيره لكل كيلو زبده. طبعا لما نيجي نقلب حاجه على النار، اي حاجه سخنه على النار، ما نقلبهاش بمعلقه سيليكون او معلقه بلاستيك، نقلب بخشب او ستانلس، والافضل خشب. بنديها تقليبه كده. تمام. احنا طبعا سايبينها على النار هاديه خالص، مش هنعلي عليها، هسيبها على النار هاديه تستوي براحتها. هتبدا تعمل ريم على الوش كده، هنسيبه الريم ده كده كده لما هي تبدا تستوي الريم ده ينزل لتحت. هي دي زبده مزارع، وزي ما انتم شايفين كده كميه السوائل اللي فيها كتير قد، على الرغم ان انا حاولت ان انا اعصر السوائل الموجوده فيها بس برضو مازال فيها. طبعا لو عايزين تحسنوا من النكهه بتاعه الزبده، زبده المزارع تقدروا تضيفوا لها قطعه من الزبده البلدي تسيح معاها وتستوي معاها، بس انا شخصيا ما بفضلش كده، انا بفضل كل حاجه لوحدها. بفضل ان زبده المزارع تسويها لوحدها تبقى سمنه لوحدها، والزبده البلدي تبقى زبده لوحدها او سمنه لوحدها. لسه الزبده على النار، على النار هاديه، وهسيبها لحد ما تستوي براحتها خالص. دلوقتي خلاص الزبده عندي قربت تستوي. انا طبعا مش بغطي الحله لان احنا الغرض اساسا ان احنا نتخلص من الماء الموجود في الزبده وتبخر، فبالتالي مش هنغطيها. انا طبعا لسه موطيه خالص على الزبده زي ما انتم شايفين كده، يعني حركه الغليان بطيئه جدا. ده المطلوب عشان تستوي براحتها ويبقى تبقى مرمله وطعمها كويس. ودلوقتي تقريبا بعد ساعه وربع السمنه بتاعتنا استوت تماما زي ما حضراتكم شايفين كده، ما عادش فيها سوائل خالص. وكمان المرتة اخدت اللون الذهبي. انا مش عايزاها تستوي اكتر من كده، هو لون ذهبي على فكرة، هو بس الاضاءة هي اللي مديه لون غامق، بس هي لونها ذهبي اهي، في ظل بس جاي عليها فمديلها لون غامق، انما هي لونها لون ذهبي. طيب انا دلوقتي مش عارفة اذا كانت استوت ولا لا، عايزة اتاكد اذا كان لسه فيها سوائل ولا لا. هتسيبيها لما تبرد تماما. لو لسه فيها سوائل السمنة هتتجمد والسوائل هتفصل لوحدها تحت. لكن هي كده زي ما احنا شايفين كده قدامنا، هي كده مستويه تماما. هبدا اجيب بقى البرطمان اللي هفضي فيه السمنه، ويفضل طبعا ان احنا نخزنها في برطمانات ازاز لان الازاز مش بيتفاعل مع الاكل. مش متوفر عندك برطمانات ازاز، حطيها في علب بلاستيك تكون محكمه الغلق، ويكون من البلاستيك الامن اللي مش بيتفاعل مع الاكل. لكن افضل حاجه هي طبعا الازاز. دلوقتي بعد ما سيحنا الزبده نتج عندنا حاجتين. الحاجه الاولانيه هي السمنه اللي قدامنا دي، وزي ما واضح كده انها لسه سايله او سايبه، وده لان هي لسه سخنه. كل ما تبرد اكتر وتتماسك اكتر. دلوقتي بقى عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا بنصفي السمنه نخلي بالنا ان مفيش قطع من المرته تنزل في السمنه لان المرته بتكون مالحه. انا ممكن استخدم السمنه دي في الحلويات فما تملحش معايا الحلويات، لازم نخلي بالنا كويس قوي من النقطه دي. اما الناتج التاني من تسييح الزبده فهي المرته، ودي ان شاء الله اكلمكم عنها في فيديو منفصل، لان في معلومات كتيره جدا حابه اقول عنها ومش عايزه اطول عليكم الفيديو ده. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وكومنت عشان الفيديو يترفع ويشوفه عدد أكبر من الناس. كمان هسيب لكم في شاشة النهاية مجموعة من الفيديوهات على القناة، إن شاء الله تنال إعجابكم. اللهم إن كان من إحسان وتوفيق فمن الله، وإن كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.